و95% من الجمبري اللي بيخش مصر مجمد مزارع، الا الجمبري اليمني في بحر. لكن اللي يقول لك سعودي ده مزارع، اللي يقول لك اماراتي مزارع، اكوادوري مزارع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ابو سعد الحمراوي. النهارده بالك يعني بفضل الله احنا متعودين نعلموا كل الناس بالك في السمك، تمام؟ فاحنا النهارده هنتكلموا على الجمبري باذن الله. معلومه كده على السريع قبل ما اخش في الفيديو الرئيسي. الجمبري في البحر المتوسط 19 نوع، بس احنا هجيب لك الانواع اللي هي هتفيدك. هعرفك ازاي تعرف جمبري المزارع، وازاي تعرف جمبري البحر بانواعه، وازاي تعرف الجمبري البحر اللي هو نفس فصيله المزارع، الفرق بينهم. بس قبل حاجه تصلي على النبي عليه افضل الصلاه. بصوا، دول اهم 4 انواع في السوق. طبعا ده الازاز، ده غني عن التعريف، دوت ازاز، ده ما فيش منه ولا مجمد ولا مزارع. خلاص احنا كده مبدئيا ده ازاز اللي هو المخطط، تمام؟ ما فيش الا فيه نوع اللي هو التايجر بيبقى مخطط اخضر، دوت ما تجيش انت جنبه، لان دوت مستورد جاي من باكستان لا اما من الهند، تمام؟ يبقى احنا كده واخد بالك. اول حاجه ده اللي هو الجمبري بتاعنا ده ما فيش منه ولا مجمد خلاص ولا مزارع. هنبدا على الثاني. الثاني دوت نفس الحكايه، ولا في مجمد ولا مزارع. ده بنقول عليه احنا ايه؟ ملون او مجنس. يعني ايه مجنس؟ يعني جاي اعزكم الله كده هو زي عندنا زي حكايه البغل كده، حصان اتجوز واخد بالك حمار خلفه بغل. الله مؤاخذه عن المثل دوت واخد بالك، هو ده المثل اللي هو هيقرب المعلومه اللي هو ايه؟ الجمبريه دي بلدي اتجوزت الازاز، يخلف عنه ايه؟ المجنس او الالون، اللي هو بيبقى واخد ايه بقى؟ واخد شكل بتاع الجمبريه ديت اللي احنا بنقول عليها احمر، بس هم الصيادين بيقولوا عليها كوبي. ديت بيقولوا عليها كوبي. هي مش جايه من كوبا، لا هي اسمها كده، تمام؟ ودي انضف جمبريه دي في رايي، احسن من الازاز كمان. خلاص. وبياخد من الازاز ايه؟ الخطوط، نص الخطوط والفراشه، التلوينه بتاعت الديل. خلاص. يبقى احنا كده خد بالك دوت الجوز ده بينتج عنه ده. دول ما فيش فيهم ايه؟ مجمد ولا مزارع ولا حاجه، النوعين دول. خلاص. هنيجي بقى خد بالك على جمبري المزارع. خلاص. جمبري المزارع دوت منين؟ الجمبري المزارع دوت من بنما، بيستوردوه من بنما. دوت بيجي من بنما، مفيش منه في مصر خد بالك. الاستزراع بتاعه اللي حاليا بدأوا فيه ده، انت بتقوم عارف انه عامله ازاي. هو بقى ده عيبه ان ده يشبه ايه؟ دوت عيبه ان ده يشبه دوت، بس ده في الاكل احسن جمبريه ديت. اسمه كوبي، هو اسمه كده لكن هو مش من كوبي. بالك هم اللي هم ما يعرفوش ياخدوا بالهم يقول لك ده جمبري احمر، لا ده مش جمبري احمر. خلاص. دي احسن جمبريه، جمبريه سمينه، تمام؟ هنا بقى دوت بيبقى لونه قرصاصي. خلاص. هتيجي عند الديل الاحمر بتاعه واخد زي لون ايه؟ البنفسج. هنا احمر كامل. خلاص. الناس اللي بتقول البطروخ في الراس، ده بقايا البطروخ ده كده، يبقى ده مجمد لمزارع. و95% من الجمبري اللي بيخش مصر مجمد مزارع، الا الجمبري اليمني في بحر. لكن اللي يقول لك سعودي
ده مزارع. اللي بيقول لك اماراتي مزارع، اكوادوري مزارع. ده هو دوت. البطروخ فين بقى؟ هنا بص البطروخ، هنا يقول لك بطروخ، ده بقايا البطروخ اهو. ده لما تاكله هتلاقيه امر. البطروخ بيبقى هنا. قرب معلش كده يا حاج سعيد، اهو ده هو البطروخ من هنا لحد هنا، من هنا لحد هنا. تاني حاجه الجمبريه طول ما شنباتها جامده يبقى بلدي. الجمبريه شنباتها جامده يبقى بلدي. المجمد 90% منه بتلاقي ايه شنباته ايه؟ عارفين. خلاص احنا كده عرفنا كل حاجه. دول مفيش منهم مزارع ولا ايه مجمد. خلاص المجنس وده دي انضف جمهريه. ده رايي يعني، اللي يقول سمينه وحلوه ومحليه فيها كل حاجه. اللون الرصاصي وتلاقي اللي يقول لك البطوط بتاعه احمر دوت، ده يبقى ايه؟ اللي اما مزارع اللي اما مجمد. ويبقى هنوت المجمد في الغالب بيبقى البتاع بتاعه الشربات بتاعته مقطعه، لان هو اول لما يتفك اضعف حاجه فيه ويبات شنبات. خلاص ما تنسوش الصلاه على النبي، الصلاه على المكسبي، وما تنسوش هتدعوا لنا ان واخد بالك تدعوا لي بالشفاء ربنا يشفينا عز وجل، وادعي لكل اوقات المسلمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.